السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى ان شاء الله يا ست الحبايب يا حبيبة قالت تعمل لنا عصير لرفع المناعة، تقوية ورفع المناعة. فالفيديو ده ايه؟ برعاية ماما النهارده ست الحبايب يا حبيبة. بص عبارة عن ايه؟ تاني كده عبارة عن ايه بقى؟ بنجر، برتقال، ليمون وجزر. هنوريكم بقى هنعمله ايه. هنعمل عصير لرفع المناعه، هيخليك كده ايه سترونج مالك يعني. اجري هتجري. يلا اول حاجه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب كده ايه نبشر الجزر. هتبشر الجزر عشان انا مش بسلقه. طبعا علشان التحليه معانا معلقه عسل ابيض. عسل ابيض. طبعا بيقولوا العسل لازم تاخديه بمعلقه بلاستيك، فانا هضيف معلقه كده كبيره من العسل الابيض للتحليه. هنبدأ بالعسل. نبدا بالعسل. ضفنا كده معلقه كبيره من العسل الابيض. ماما بتبشر دلوقتي الجزر. في بيسلقوه بس انا بحبه ايه؟ مبشور. بحبها تكون سليمه كده معانا مش مسلوقه، فريش. وهنا البنجر هتبشري كمان البنجر. هنقطع البنجر. اديني معلقه. هبشره. هتبشريه. اوكي هشيل بس دول. هشيل كده ده. دلوقتي اهو بشرنا الجزر وبشرنا البنجر والليمون والبرتقال، قطعناهم كده. طبعا اهم حاجه تشيلي الطبقه البيضاء، القشره البيضاء اللي بتكون موجوده ما بين القشر والثمره نفسها. هنعمل بقى ايه دلوقتي؟ هنجيب معانا الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. هنضيف كل ده. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نضيف كل ده في الخلاط. يا سلام، انا حاسه يعني شايفين الالوان كمان بتتكلم عن نفسها. حوالي كده كوبايه ميه، بس انا هحتاج كوبايتين. هضيف كوبايتين ميه وهبدا بقى هضرب كل ده وارجع لكم على طول. دلوقتي اهو خلاص احنا ضربناه. طبعا ما صفيتش حاجه انا. اهو معايا البنجر والجزر والليمون والبرتقال والعسل. وفي بيحبوا يضربوه بلبن. سبحان الله، مش حاسه اني هبرد ولا ايه؟ عملتي لي مشروب رفع المناعه. عشان ما تبرديش. الحقي. قلت الحقني. نجيب بقى كده وندوق بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما صفيناش يا جماعه والله ابدا. دوقي انت طب انت الاول. والله ابدا، والله ما يحصل، لا يجوز. كمان ايوه دي هتشربها كلها. ايدك اللي طايره دي. جربوه يا جماعه، جربوه. رهيب. طب والله حلو. دي يعني انت كنت واثقه في قدراتي؟ لا انا مش حكايه مش واثقه في قدراتك. البنجر انا بحب اكله كده، ما بحبوش مسلوق ابدا. دي حاجه. تاني حاجه كنت متوقعه عشان الجزر مش مسلوق. عشان الجزر مش مسلوق. طعمه كل حاجه. وبعدين ما ضفناش عسل كتير، يعني ما حطيناش عسل كتير عشان يسكر معانا. لا البرتقال باين، الليمون باين، الجزر باين، البنجر باين، كله فريش. لا حلو بجد. احسن ان شاء الله بقى، ان شاء الله يا رب الاطفال تحبه. هيحبوه ان شاء الله. ممكن نعمل لهم ايه يا جماعه؟ ممكن العصير ده زي ما هو كده نضيفه بقى على النار ومعلقتين 3 من الجيلاتين يجمد معانا ونحطوه في قوالب سيليكون. هم هيحبوا طعمه لانه سيليكون، يعني مش لانه سيليكون، لانه هيكون معانا شبه الكاندي كده. هم ممكن ياكلوه كده. عارفين احنا ممكن نجرب نعمل في كوبايه كده. انا عندي سيليكون. يبقى نجربه. طب والله فكره.
انا هعمل لكم فيديو تاني بنفس العصير ده، هاخد كوبايه بالظبط وهعمله لهم وهحطهم في قوالب السيليكون وناكلوا الاطفال. حلو ماشي، استنوني في الفيديو اللي جاي ده هعمله لكم ان شاء الله. بس العصير ده حلو، اعتمدوه، طعمه حلو جدا، جربوه. سيبكم في رعايه الله. باي باي. باي باي.